حكاية فيلمنا النهاردة عن شخصين بيصحوا يلاقوا نفسهم فاقدين الذاكرة ومحبوسين في مخزن تحت الأرض، وبيكون مطلوب منهم يفتكروا الأخطاء اللي ارتكبوها في حياتهم ويندموا عليها علشان ينقذوا نفسهم وإلا هيموتوا. بيبدأ فيلمنا بشخص مقنع بيجهز مخزن تحت الأرض، وبيكون بيقول إن ده اليوم اللي هياخد فيه انتقامه من أشخاص ما يستحقوش يعيشوا بعد صبر 10 سنين. وبيدخل شخصين للمخزن وبيقفل عليهم الباب وبيخرج يراقبهم من مكتبه، وبيقول له المساعد بتاعه إن كل حاجة جاهزة، فبيطلب منه ما يدخلش تاني من غير ما ينادي عليه. وفي الوقت ده بيصحى الاتنين الموجودين في الأوضة وما بيكونوش فاكرين اسمهم ولا عارفين بعض، وبتشك البنت إن الشخص اللي معاها هو اللي خاطفها وبيحاول يخدعها، ولكنه بيقول لها إنه ما يعرفش هي مين ولا عارف بيعملوا إيه في المكان ده. ولما بيحاولوا يلاقوا مخرج من الأوضة في تليفون بيرن، ولكن لما بيردوا عليه بتطلع خدعة والتليفون ما بيكونش شغال أصلا. وفي نفس الوقت ده بتدخل لهم رسالة من الباب مكتوب فيها يستعدوا للحقيقة، وبتدخل لهم رسالة تانية مكتوب عليها اسم لعبة، ولكنهم ما بيكونوش فاهمين مين اللي ممكن يخطفهم علشان يلعب معاهم. وبعد شوية بيتكلم معاهم الشخص اللي خاطفهم وبيقول لهم إنهم هيلعبوا لعبة هتفكرهم بذكريات مهمة، وبيوعدهم إنهم لو ما كسبوش وجاوبوا كل الأسئلة بصدق هيقدروا يخرجوا من المكان ده، وبيعرفهم إن هم اللي هيحددوا لو كانت حياتهم ليها قيمة ولا لأ. وبتفضل البنت تصرخ وبتقول إنها مش عايزة تكون جزء من اللعبة، ولكنه بيقول لها إن اللعبة هي الطريقة الوحيدة علشان يخرجوا وإلا هيفضلوا محبوسين لحد ما يموتوا. وبيدخل لهم رسالة جديدة بيطلب منهم فيها يملوا الصندوق اللي موجود معاهم بالشيء اللي مخليهم عايشين، وبيكون قدامهم تلت ساعة بس علشان يوصلوا للإجابة وينفذوها. وبتتوتر البنت وما بتكونش عارفة تفكر، فبيقول لها الولد إنها لازم تهدى علشان تعرف تفكر، ولكنها ما بتكونش لسه واثقة فيه، فبيقول لها إنهم في نفس الوضع مع بعض وعلشان ينقذوا نفسهم لازم يثقوا في بعض، وبيتفقوا إنهم يفكروا مع بعض. ولما بيفكر الولد في الإجابة بيفهم إنه يقصد إنهم يملوا الصندوق ده بالدم، وبيكون الدم ده هو اللي مخليهم عايشين، وبتطلع الإجابة صح فعلا. وبيقول لهم الشخص اللي خاطفهم إنهم لازم يضحوا بدمهم مع بعض مش شخص واحد بس منهم، فبتنهار البنت وبتفضل تعيط وبتكون خايفة جدا. وبيحاول الولد يهديها وبيوعدها إنهم هيخرجوا من المكان ده مع بعض ومش هيحصل لها أي حاجة. وبيفضلوا قاعدين يفكروا لحد ما بيدخل لهم سكينة، وبياخدها الولد وبيجرح دراعه وبيطلب منها تعمل زيه. وفي البداية بتكون خايفة ولكنها بتسمع الكلام في النهاية. ولما بيجرحوا نفسهم بيدخل لهم شاشة علشان يعالجوا جروحهم ويوقفوا النزيف، وبكده بيكونوا خلصوا أول خطوة علشان يخرجوا. وفي الوقت ده بيظهر لهم صندوق في الأوضة، ولما بتروح البنت تفتحه بتلاقي لبس ليهم وأكل ومية، فبيلبسوا اللبس وبيقسموا الأكل مع بعض. وفي مكان تاني بنشوف شخص اسمه ماك، وبيكون شخص سياسي مشهور جدا وهو في مكتبه ومعاه محقق خاص اسمه ديفيد. وبيعرض ماك على ديفيد فلوس كتيرة جدا في مقابل انه يلاقي بنته اللي اتخطفت من 4 ايام. وبيوافق ديفيد على الرغم من ان مفيش اي اثر للبنت واحتمال انه يقدر يوصل لها ضعيف جدا، ولكنه بيكون واثق في فريقه وبيوعده انه هيبذل جهد كبير لحد ما يلاقيها. ولما بنرجع للمخزن تاني بنشوفهم لما بيصحوا على صوت غريب، ولما بيقربوا من مصدر الصوت بيظهر لهم مراية وراها واحدة مربوطة على كرسي وهي بتعيط، وبتكون بتحاول تفك نفسها. وبيتكلم الشخص المجهول وبيقول لهم إنها لعبت نفس اللعبة اللي بيلعبوها، ولكنها ما اعترفتش بالأخطاء اللي ارتكبتها ولا ندمت عليها. وبيقول لهم على الرغم من إنها كدبت كدبة واحدة بس دمرت حياة عيلة كاملة، وإنها علشان كده تستحق الموت. وبتختفي لحظة من قدامهم، ولما بتظهر مرة تانية بيظهر الشخص المقنع معاها وبيقتلها قدامهم. ولما بتشوف البنت اللي حصل بتفقد وعيها، وبيفضل الولد ينادي عليها لحد ما بتفوق تاني وبتكون خايفة، وبتحاول تفتكر هي شافت البنت اللي اتقتلت فين قبل كده لأن شكلها مألوف جدا، ولكنها ما بتكونش فاكرة أي حاجة. وبيعلم الخاطف على صورة البنت اللي ماتت وبيقول إنه تخلص من أول هدف ليه، وبيتكلم معاهم تاني وبيطلب منهم يجمعوا كلمات من الحروف اللي موجودة على الحيطة قدامهم. وبتكون البنت مش عايزة تلعب، ولكن الولد بيقول لها إنها مجبرة تلعب، فبتبص على الحروف كويس وبتجمع اسم بنيامين، وبتقول إنه اسم مألوف بالنسبة لها. فبيطلب منها الولد تفتكر لو كانت تعرف شخص بالاسم ده قبل كده في المدرسة أو الجامعة، فبتقول له إنها مش قادرة تفتكر. وفي اللحظة دي بيتكلم الخاطف وبيقول لها إن الاسم ممكن ما يكونش مهم بالنسبة لها علشان كده مش قادرة تفتكره، ولكن الاسم بالنسبة له هو الحياة كلها.
ولكنهم ما بيفهموش هو يقصد ايه، وبيرن التليفون مرة تانية، ولما بترد البنت عليه بيتكلم ولد مراهق وبيسألها هي عملت كده ليه، وبتكون متأكدة إنها سمعت نفس الصوت ده قبل كده ولكنها مش قادرة تفتكر فين، فبترجع تاني تجمع كلمات من الحروف ولكنها بتفضل تفكر في اسم بنيامين وبتقدر تجمع كلمة اعتراف. فبيقول لها الشخص اللي خاطفها تعترف بغلطتها، ولما بتقوله إنها مش عارفة هو يقصد إيه بيقول لها إنها كذابة، وبيقول لها إنها لازم تساعد نفسها وتدور في ذكرياتها على الذنب اللي ارتكبته، وبيدخل لهم غاز الأوضة وبيخليهم يفقدوا وعيهم، وبتفضل البنت تحلم بكوابيس كتيرة، ولما بتفوق بتلاقي نفسها لسه موجودة في المخزن ولكنها بتفتكر اسم الشخص اللي معاها، وبتقوله إن اسمه جيك، وكمان بتفتكر إن اسمها صوفيا وإنها كانت مشهورة في مدرستها لأنها كانت بنت سياسي معروف. وبيفتكر جيك إنه كتب مقال عن المدرسة بتاعتها، وصوفيا كمان بتفتكر إن كان ليها 3 أصحاب في المدرسة وإن أكتر واحدة كانت بتحبها هي ماريا، وبيفتكرها جيك لأنها كانت دايما بتسبب مشاكل، ولكن صوفيا بتكون شايفاها قدوة ليها لأنها جريئة وبتعمل أي حاجة عايزاها من غير أي ندم. وفي الوقت ده بيقلق جيك جدا وبيطلب منها تفتكر لو كانت أذت الشخص اللي اسمه بنيامين وعلشان كده بينتقم منها، ولكنها ما بتفتكرش أي حاجة عنه. وبيقاطعهم الشخص اللي خاطفهم في الوقت ده وبيقول لها إن قدامها خطوة واحدة بس علشان تخرج وتنقذ نفسها، وبتكون الخطوة دي إنها تفتكر خطأها وتندم عليه، وبتترجاه صوفيا يساعدها علشان تفتكر، فبيقول لها إنها أخدت قرار غلط دمر حياته وسبب له ألم كبير، وبيوجه كلامه لجيك وبيقول له إنه غلط لما جري ورا الشهرة ومهتمش هو هيحققها إزاي، وبيسيبهم يفكروا لوحدهم وبيفضل يعيط لوحده بحزن شديد، ولكنه بيفكر نفسه إنه في اللعبة اللي بيلعبها علشان ينتقم. وبيتكلم معاهم تاني وبيبعت لهم رسالة بيطلب منهم يدوروا على حاجة سرية موجودة معاهم وهتساعدهم، وبيبدأوا يدوروا مع بعض لحد ما بيلاقي جيك ورقة تحت السرير بيكون فيها مقال من مقالاته وفيها صور ولد اسمه بنيامين، وبتمثل صوفيا إنها ما تعرفوش ولكنها بتبص على الكاميرا بطريقة بتدل على إنها تعرفه، وبتفتح الصندوق وبتلاقي فيه اللبس اللي لابسه بنيامين في الصورة، وبتبص للكاميرا وبتسأله لو كان اللبس هو اللي مضايقه، وبتهدده بباباها المشهور وبتقوله إنه هيندم لو ما سابهاش تخرج، ولكنه بيقول لها إنها غلطانة ولازم تعترف بخطأها قبل فوات الأوان، وبيقول لها جيك إنها لازم تعترف بخطأها علشان يخرجوا. وفي نفس الوقت ده بيظهر باب وراه مراية تانية وبيظهر وراه بنت بتكون هي نفسها ماريا صديقة صوفيا، وبتكون مش فاكرة إيه اللي جابها المكان ده، وبيتكلم الخاطف تاني وبيقول لصوفيا إنها لازم تعترف بذنبها علشان تنقذ صديقتها، وبيبدأ يدخل مية كتيرة للأوضة اللي موجودة فيها ماريا، وبتترجاها ماريا تعترف باللي هو عايزه قبل ما تغرق وتموت بسببها، ولكن صوفيا ما بتقولش أي حاجة وبتسيبها تغرق، وبتنهار صوفيا وبتفضل تسأله هو عايز إيه، وبتكون خلاص اتأكدت إنه بنيامين، فبيرد عليها وبيقول لها إن هي وصحابها حولوا حياته الجحيم وإنه عاوز يخليها تعيش نفس اللي عاشه. وفي الوقت ده بيكون ماك طالع في مؤتمر صحفي وبيطلب من أي شخص يعرف أي معلومة عن بنته يتواصل معاه وبيوعدها إنه هيلاقيها، وبيقدر ديفيد يوصل لآخر مكان ظهرت فيه صوفيا، وبيعرف باباها إنها آخر مرة ظهرت فيها كانت موجودة في كرواتيا، ولما بيعرف باباها بيجهز علشان يسافر معاها على طول، ولكن الخاطف بيكون دخل رسالة لجيك بيهدده فيها إنه لازم يخلي صوفيا تعترف أو هيقتل مراته وبنته، وبيقوله إنه ممكن يقتل صوفيا بنفسه وينقذهم، فبيفهم جيك إنه لازم يختار بنفسه، وبيسأل صوفيا هي عملت إيه في بنيامين، ولكنها بتفضل تكذب، فبيعرف إنه عمرها ما هتقول الحقيقة أبدا، وبيعتذر لها وبيقول لها إنه لازم ينقذ عيلته وبيهاجمها، ولكنها بتكون أسرع منه وبتاخد الحبل المتعلق على الحيطة وبتقتله بيه، وبتبص للكاميرا وبتوجه كلامها لبنيامين وبتقوله إنها فاكرة اللي عملته فيه ومش ندمانة عليه أبدا، وإن لو الزمن اتكرر هتعمل نفس اللي عملته تاني ومش هتندم. وفي اللحظة دي بيدخل الشخص اللي خاطفها وبيقول لها إن بنيامين مش هيقدر يسمعها وإنه بقاله 10 سنين بيخطط علشان يدفعها تمن غلطتها، وبيعرفها إنه ديفيد والد بنيامين وبيعترف إن ابنه حبها بجد لما كانوا في المدرسة مع بعض، وعلى الرغم من إنه كان مدرك الفرق اللي ما بينهم إلا إنه كان شجاع وحاول يخليها تشوف حبه ليها، وإنه اعترف لها بحبه، وفي المقابل هي استغلت حبه ليها ولبسته لبس بنات هي وأصحابها وخلوا المدرسة كلها تتنمر عليه، وإنهم ما وقفوش لحد كده لأ كمان نشروا صوره في مجلة وبسببها بنيامين ما قدرش يواجه الموقف وفضل مكتئب لمدة سنة وبعدها انتحر ونهى حياته.
وبتعيط صوفيا لما بتعرف إنه انتحر وبتعترف لأول مرة إنها غلطت، وبتقول إنها ندمانة وإنها وقتها كانت مجرد طفلة مراهقة مش فاهمة أي حاجة، وبتقول إن كل اللي حصل ده كان هزار وبتترجاه يسامحها. وبيقول لها ديفيد إنه سامحها وبيطلب منها تمشي قبل ما يغير رأيه، ولما بتخرج بيوجه مسدس ناحيته. وأول ما صوفيا بتخرج بتقول لديفيد إنه غبي لأنه صدقها وما بتكونش ندمانة على اللي عملته ولا مدركة إنها دمرت حياة شخص ما عملهاش أي حاجة غير إنه حبها. وبيخرج ديفيد وراها وبيقول لها إنه غير رأيه لأنها ما تستحقش يسامحها وبيقتلها. وبيرجع تاني المخزن وبيقعد يلوم نفسه لأنه ما كانش يتخيل أبدا إنه يقتل حد، ولكن الشخص اللي ساعده في انتقامه بيقوله إنها مجرد بداية وإنه لازم يلتزم بالصفقة اللي ما بينهم وينتقم من ال 18 شخص الباقيين، وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم بيوصل ماك لكرواتيا علشان يدور على بنته وبيقابل ديفيد بالصدفة، وبيكون حاسس إنه شافه قبل كده ولكن ما بيكونش فاكر هو شافه فين. وبيروح شريك ديفيد يخرج ماريا وبنعرف إنه أنقذها مقابل إنها تساعده، وبياخدها لشخص اسمه أزير اللي بيكون هو كمان ندمان على إنه اتورط في القتل، ولكن بيقوله إن لسه قدامهم 4 أشخاص تانيين، وبيجبره يخطف الاتنين الباقيين من أصحاب صوفيا علشان يكملوا خطتهم. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة، وبنتعلم منه إنك ممكن بفعل صغير جدا تدمر حياة شخص من غير ما تعرف. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا ايه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.